انا اقوى بيرسونال براندنج في الريل استيت في افريقيا والميدل ايست كلها. معك ولعها. حاجات محدش هيقولك عليها في الريل استيت. عايز تتشهر قوي يعني؟ ينفع والله. بص انت ما فيكش ميزه بصراحه، بس انا عندي ليك طريقه مضمونه ما بتخيش. احنا هنقدم اسفاف او هنسف على ناس بتقدم اسفاف، او هنعمل كاركتر مسفه، وممكن نبين حته من هنا او نبين حته من هنا. المهم اننا نستفز المشاهد او نحقق حاجه اسمها الاتنشن ايكونومي، وهو تحقيق رد فعل قوي على محتواك باي ثمن، حتى لو كان رد فعل سلبي. المهم اننا نستفز الناس، وعلى قد ما الناس تستفز على قد ما الناس هتشير وتتكلم وهتبعت لبعض المحتوى بتاعك حتى لو بيسف عليه. مش عارف بصراحة المفروض نلوم على مين هنا، المشاهد اللي بيفضل المحتوى المسف والتافه وبيشيره حتى لو من باب السخرية والترولينج، فالالجوريزم يفهم ايه؟ ان الناس عايزة ده وبتقف عنده اكتر فيشيره اكتر، فنلاقي في النهاية ان العام والظاهر على السوشيال ميديا هو المحتوى التافه. يعني تخيل واحد بيطلع كل يوم يقف تحت الدش ويفتح لايف يقعد يقول انا سمكة انا سمكة. الراجل ده عموما مشهور اكتر مني ومنك، او نرياكت على كل من هب ودب من المسفين دول عشان نستغل متابعة الناس ليهم ونتشهر زيهم، او نعمل كاركتر مريضة نفسيا مصابة بالجنون العظمة ونقول كلام غريب ونحكي بطولات وامجاد ما حصلتش، ونقول لك يا بحرية انا اقوى بيرسونال براندنج في الريل استيت اندستري في الشرق الاوسط وافريقيا كلها. انا الواحدة بحرية حاربت شركات التيمز بتاعتهم في الريل استيت ماركت. حاجات كتير زي كده. جيمي ممكن نبقى نركب دقن عشان تليق مع الكاركتر، والسجاره لو سمحت عشان انا نقاش. طب احنا في الاول لومنا على المشاهد، دلوقتي اللوم على صاحب المحتوى اللي الشهرة عنده اهم من كرامته فقرر ياخد الطريق السهل، ولا اللوم على شركات الدعايه والاعلان، ولا الناس اللي بتستضيفهم في البرامج ولا بتطلعهم في الدراما مسلسلات وافلام وياخدوا فرص ناس ممكن تكون موهوبه فعلا. انا عايز اقول لك اننا معروفين الحمد لله، بس كان ممكن نبقى معروفين اضعاف 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 لو كنا خدنا الطريق السهل وهزقنا نفسنا وكرامتنا عشان كام فولو. الحمد لله اننا في واقع الريل استيت العميل اللي بيدفع دم قلبه وبيأمنك على تحويشة عمره، ده عمره ما هيدفع لك جنيه، وانت في الحالة دي مش هيقول ده مشهور ومأجر جي كلاس مثلا. عشان كده لما بنروح اللونشز ونروح مكاتب المطورين ونلمس ارض الواقع ما بنلاقيش الكاركتر دي اصلا، هو بس ترول. وفي النهاية مصطفى سمير ريل استيت ايجنت الاندستري.